تعال هاخدك في رحلة نشوف تاريخ واحد من أعظم ملوك مصر القديم، الملك خوفو، تاني ملوك الأسرة الرابعة، واللي أبوه الملك سنفرو اللي بنى أهرامات زي هرم ميدوم والهرم المائل والهرم الأحمر. الملك خوفو ورث من أبوه مش بس العرش لكن كمان خبرة في العمارة والهندسة. خوفو مسك الحكم تقريبا سنة 1580 قبل الميلاد وحكم أكتر من 20 سنة، وأعظم حاجة ارتبطت باسمه هي الهرم الأكبر في الجيزة. الهرم ده اتبنى كمقبرة ملكية أو زي ما المصريين القدماء كانوا بيقولوا بيت الأبدية. المصري القديم كان مؤمن إن الملك بعد ما يموت بيكمل حياته في عالم تاني، وكان لازم يسيب مكان يليق بمكانته كملك وإله حي على الأرض. الهرم الأكبر في الأصل كان ارتفاعه حوالي 146.6 متر، لكن دلوقتي بقى أقل شوية بسبب إن الطبقة الخارجية الملساء اتشالت مع الزمن، والقاعدة بتاعته تقريبا 230 متر لكل ضلع، والمساحة كلها حوالي 13 فدان. وعشان تتخيل الحجم، الهرم بيتكون من أكتر من 2 مليون و300 ألف حجر، والوزن الكلي بتاعه بيقرب من 6 مليون ونص طن. العمال اللي بنوا الهرم ما كانوش عبيد زي ما في ناس كتير بتقول. الآثار الحديثة اللي حوالين الهرم أكدت إن كان في قرى للعمال فيها بيوت ومخابز ومصانع بيرة، وكمان لقوا عظام لحيوانات مذبوحة وأدلة إنهم كانوا بيتغذوا كويس جدا. يعني العمال كانوا جزء من مشروع وطني ضخم. الغرف والممرات جوه الهرم بتبين إن البناء ما كانش عشوائي، في ممر نازل وغرف تحت في الصخر وممر صاعد، واللي بيوصل لغرفة الملكة وبعدها بيوصل لغرفة الملك. غرفة الملك نفسها مبنية من الجرانيت الأحمر اللي جاي من أسوان، وده على بعد حوالي 800 كيلو متر من الجيزة. يعني الحجارة دي اتنقلت مسافة ضخمة جدا، وده دليل على التخطيط والإمكانيات الضخمة اللي كانت عند المصريين القدماء. كمان في حاجة مدهشة، الممرات جوه الهرم متوجهة بشكل دقيق ناحية نجوم معينة في السماء، وده بيورينا ان المصريين القدماء كانوا فاهمين في الفلك وعايزين يربطوا مقبرة الملك بالنجوم والآلهة. من الحاجات اللي محيرة العلماء لحد النهاردة هي طريقة البناء. محدش يقدر يقول هو اتبنى ازاي، لكن المؤكد انهم استخدموا منحدرات وعمال مهرة، وكل ده من غير اي آلات حديثة، بأدوات بسيطة زي الخشب والحبال. التماثيل اللي بتمثل الملك خوفو قليلة جدا في الحقيقة. التمثال الأكيد الوحيد الصغير مصنوع من العاج موجود في المتحف المصري وطوله حوالي 7 سنتيمتر. ومن هنا بيجي الغموض، ملك عمل أعظم مبنى في التاريخ لكن صورته اللي وصلت لينا صغيرة جدا. الهرم الأكبر بقى واحد من عجائب الدنيا السبع القديمة، وهو العجيبة الوحيدة اللي لسه واقفة لحد النهاردة، وده اللي بيخلي الملك خوفو اسمه محفور في التاريخ للأبد. وده اللي بيخلينا نقول، هل مقبرة الملك خوفو اتنهبت ولا لسه في أسرار وخبايا كتير جوه الهرم ما اكتشفناهاش؟ لكن اللي نعرفه بشكل أكيد إن الهرم الأكبر مش مجرد مبنى، هو شهادة على عبقرية المصريين القدماء وقدرتهم على التنظيم وإيمانهم بالحياة بعد الموت، وكل حجر فيه ما اتحطش بطريقة عشوائية لكن بإتقان ودقة.